جماعة، حد شاف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل كده في المنام؟ أنا مريت بالتجربة دي، ومريت بتجربة إن أنا دعيت واستجاب دعائي. الحمد لله، يعني بفضل الله ربنا استجاب لي دعائي. في حد قبل كده، وأكيد يعني كتير حصل لنا الموضوع ده، اللي هو دعا ربنا وما استجابش دعائه. طب أنا إزاي ربنا استجاب لي دعائي، وإزاي شفت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في المنام؟ مبدئيا بس كده أنا حابب أقول لكم على حاجة، عشان الموضوع ده أو القصة دي يعني ما ينفعش الكذب فيها، وما ينفعش الخداع فيها، وما ينفعش اللف والدوران فيها. رؤية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أفضل الحاجات اللي ممكن تحصل للبني آدم في حياته. فعشان ما ينفعش التدليس في القصة دي، أو يتقال كلام يبقى كلام مرسل أو كلام كذا، علشان يبقى كل كلمة بقولها في الفيديو ده تبقى كلمة صادقة ومصدقة. أقسم بالله العلي العظيم وأشهد الله إن كل كلمة أنا هقولها في الفيديو ده حصلت معايا فعلا، حصلت معايا فعلا، ويشهد ربنا على الكلام اللي أنا هقوله لكم دلوقتي ده. أنا زي ما قلت لكم مريت فعلا بتجربة إن أنا شفت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومش مرة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولكن فيهم مرة يعني حصل فيها حاجة غريبة كده هبقى أحكيها لكم. ومش كده وبس، وشفت سيدنا إبراهيم عليه السلام برضو في المنام. ولكن سيدنا إبراهيم برضو ليه قصة، يعني ما شفتش ملامحه، ولكن جالي في المنام. الحاجة الثانية، دعيت ربنا وربنا استجاب لي دعائي، واداني علامة قبل ما يستجيب لي دعائي. يعني جاب لي علامة أنا طلبتها من ربنا، فربنا وراني العلامة وبعدها استجاب لي دعائي. فالحمد لله، يعني أحمد الله وأشكر فضله على إنه استجاب لي، وإنه سمع دعائي، وإنه نظر لي بنظرة رحمة ولطف منه. طبعا الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، يعني أنا مش عايز يتقال إن أنا شيخ، أو إن أنا مثلا ملتزم، أو إن أنا كذا. لا لا لا، بالعكس. يعني أنا بصوا، عشان بس أجيب لكم برضو من الآخر، وما يبقاش الموضوع إن الشيخ مش عارف كريم، ولا لا، أنا مش شيخ. وبرضو للعلم أنا ما أحبش أبقى شيخ، مش عشان يعني حاجة وحشة في إن أنا أبقى شيخ، ولكن إنك تبقى شيخ دي، أو إن أنت تبقى عالم، أو إن أنت تبقى كذا، ده موضوع مش سهل. ده موضوع يعني صعب جدا، وفي نفس الوقت صاحبه يعني ربنا ما بيدوش لأي حد. وفي نفس الوقت بيبقى يعني موضوع إن أنت تبقى شيخ ده، مش عايز أطول في القصة دي، بس موضوع فيه تكليف كده، فاهمني؟ يعني أنا أحب أعيش بطبيعتي، أحب أبقى إنسان عادي، لا أبقى عايش عادي، يعني زي أي شاب، أطلع وأتفسح وأبقى عادي ومحدش ينتقدني في شيء. الشيخ أنا متهيألي لو واحدة معدية بالغلط كده جنبه وبص كده، بص يا عم، هو الشيخ مش عارف بيبص على مش عارف، دايما هتلاقيه محل أنظار الآخرين. فأنا ما أحبش أبقى كده، وأسأل الله يعني إن هو ينولنا المنزلة دي، أو ينولنا الدرجة دي. الحاجة الثانية، ما ينفعش الكذب في الأحلام، وده على حد علمي برضه. ما ينفعش يعني ما ينفعش ان احنا نكذب في الاحلام. يعني ما ينفعش انا ابقى ما شفتش رؤية واجي اقول ده انا شفت كذا، لان يقال من التفسيرات اللي اتفسرت في قصة سيدنا يوسف، الاثنين اللي كانوا معاه في السجن، في واحد فيهم اللي هو قال، اني اراني اعصر خمرة، والثاني قال اني اراني احمل فوق رأسي خبزة. فمن التفسيرات اللي اتفسرت، والله اعلى واعلم، ان اللي قال اني اراني احمل فوق رأسي خبزة ما كانش شاف الرؤية اصلا، ولكن هو غيرة من صاحبه الثاني اللي هو قال اني اراني اعصر خمرة، لما سيدنا يوسف فسر له الرؤية ان هو هيبقى مع الملك، وهيبقى الساقي بتاع الملك وكذا. فراح قايل ان هو شاف الرؤية دي، فلما سيدنا يوسف فسرها له، فهو كان عايز يقول له يعني ان انا لا، ده انا كنت بقول كده مثلا، ده انا ما شفتش ومش عارف ايه وبتاع. فسيدنا يوسف قال له قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فلذلك ما ينفعش الكذب في الرؤى. سيدنا النبي زي ما قلت لكم انا شفت حوالي 3 4 مرات، فيهم مره كان سيدنا النبي زعلان مني فيها، ولكن انا ما شفتش ملامحه وهو زعلان، ولكن تفاصيل الرؤيه جاني احساس وشعور في الرؤيه ان هو موجود في مكان، وان هو موجود في المكان ده مش عايز يخليني اشوفه لان هو زعلان مني. وده لان كان في حدث حصل في حياتي وقتها، ما اعرفش، كنت قصرت في صلاه، كنت ارتكبت ذنب، كان في حاجه حصلت في حياتي وكانت مضايقاني، فجاتني الرؤيه دي. اما
الثلاث رؤى التانيين فشفت فيهم النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكان سعيد جدا وكان فرحان جدا. وعايز اقول لكم الكلام اللي انا هقوله ده مش هيحس بيه غير الناس اللي عاشت التجربه دي، اللي هي تجربه رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاحساس ده اقسم بالله يا جماعه من حلاوته ومن طعامته ومن السعاده اللي بتبقى فيه، انت بتوصل لمرحله ان انت مش عايز تقوم من المنام. يعني انا وصلت لمرحله ان انا لما لقيت نفسي بصحى من المنام بشد نفسي للنوم تاني، علشان مش عايز اقوم من السعاده اللي انا عايشها في الرؤيه دي او في الحلم ده او في المنام ده. لدرجه ان انا اول ما لقيت نفسي صحيت كده اتضايقت ان انا صحيت، فرحت دعيت ربنا انه ياخدني، انه ياخدني ويخليني في الحته اللي انا شفتها في المنام دي. فحاجه في قمه السعاده ده، بالاضافه ان انا شفت الجنه. يعني انا جاني في المنام ان انا شفت الجنه. قمه السعاده، قمه الجمال في الحاجات اللي انا شفتها. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله العلي العظيم، الجنه جميله جمال. دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ يعني مش مهما قعدت اوصف لكم السعاده ما بتتوصفش. السعاده ما بتتوصفش. من اجمل الاشياء ان انا برضو شفت سيدنا ابراهيم وحواليه الاطفال. قمه الجمال وقمه السعاده. دعاء اللي استجيب، دعيت ربنا بدعوه واستجاب دعائي. والله اقسم بالله يا اخواننا، يعني شفت استجابه الدعوه زي ما انا شايف نفسي كده في الموبايل. يعني ربنا فعلا استجاب لدعوتي، كاني شايفها قدامي كده. وقبل ما يستجيب لي الدعوه طلبت من ربنا ان هو يظهر لي علامه، وفعلا اظهر لي العلامه دي. طب ازاي ربنا استجاب لي الدعوه؟ وايه اللي انا عملته عشان خاطر ربنا يستجيب لي الدعوه؟ لان الموضوع يطول. القصص دي كلها هنزلها لكم في فيديو، او يعني في الايام اللي جايه هنزل لكم الفيديو هشرح لكم فيه كل التفاصيل الخاصه بالقصه دي والمتعلقه بالموضوع ده. وربنا ينولكم ويدوقكم طعم السعاده اللي انا ذقتها. السلام عليكم.